يا صباح الفل، صباح الجمال، ازيكم؟ وحشتوني كتير كتير. لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو كده. النهارده يوم كده مدعكه روتين في المطبخ، فعملت كذا حاجه. اهم حاجه انك تدخلي المطبخ تطلعي منه وهو قشطه. ما ينفعش ان انت تدخلي مطبخك كده وتسيبيه يضرب يقلب او كده. فهنا كنا داعكين المواعين بالليل، والولاد فطروا الصبح وحطوا لي بقى الصينيه على البوتاجاز وصينيه على الرخامه ومهرجانات. فهلم اول حاجه المواعين بتاعتي وارصها مكانها، كل حاجه تدخل مكانها، واشيل الفوطه اللي انا مصفيه على المواعين دي، وابتدي بقى ايه، نجهز للغدا بتاعنا. يعني ندعك شويه المواعين الحلوين، نغسل البوتاجاز بتاعنا وكده، لان الرده بتبهدل البوتاجاز يا جماعه. يعني انا اخر ما توصلت اليه اني كان عندي طاسه قديمه كده، بقيت اعمر فيها العيش عشان الرده ما تقعش على البوتاجاز. يعني دي اخر حاجه ليا، يومين ثلاثه كده شغاله عليها ان انا بعمل العيش في الطاسه دي، علشان خاطر لحد ما اجيب صاجه بتبقى بيد كده زي الشياطه، بس اسخن عليها العيش عشان الرده ما تبهدليش البوتاجاز. يعني اول ما هلاقيها قدامي هشتريها. هنا بقى بلم الاطباق بتاعتي اللي هي البورسلين دي، وهرصها بقى مكانها عشان نشوف كده. وده احسن اطباق على فكره ممكن تاكلي فيها، احسن من الميلامين، لان الميلامين بياخد لون كده مع الاكل ومش بيعجبني. يعني بحس ان العوامل الاكل بتاثر عليه، لكن البورسلين ده زي الازاز كده، فدي حاجه كويسه. المهم بقى ان انا كده بلم حاجتي، ابتدي بقى اجهز مواعيني كلها في الحوض وادعكها مره واحده. على طول بقى خلوا في لسانكم ذكر ربنا، على طول الاستغفار، الدعاء، ادعوا لولادكم، ادعوا لنفسكم. يا بخت اللي بيعرف يدعي، الدعاء حلو. يعني ربنا بيحبه، بيخليه يعرف يدعي ويطلب من ربنا. ربنا بيحب العبد اللحوح اللي يطلب منه. هم شويه مواعين صغيرين زي ما انتم شايفين كده، فقلت ادعكم على طول وانا واقفه قبل ما ابدا في اي حاجه، لان انا بحب الجو حواليا رايق. يعني بحب اشتغل على نظافه، ما بحبش اشتغل والدنيا تضرب تقلب او الحاجه مش نظيفه او كده. فانا كده بقى اللي بغسله واشطفه واركنه، واشوف اعمل حاجه تانية. طبعا لو عندكم اي ازايز يا جماعه، يعني في ازازه في الحوضه هنا هقطعها دلوقتي قدامكم. انا اي ازازه عندي بتفضى، ازازه زيت بقى، ازازه شعر، زيت اكل، شامبو، شاور، اي حاجه، برفيوم، اي حاجه بقطعها علشان خاطر محدش يستغلها ويبيعوا لنا منتج مضروب فيها. يعني على قد ما نقدر احنا بنحاول نعمل اللي علينا، فيا رب هم بقى يبقى عندهم ضمير ويعملوا اللي عليهم، ويكونوا بيعملوا منتجات كويسة يعني اللي احنا بنشتريها دي. فربنا يا رب يصلح الحال كده، والدنيا تبقى تمام يعني. فانا كده لما كده كل الحاجات اللي في الحوض واشطف المواعين واقطع الازازة شفتوا بقطعها نصين. اي حاجة عندي لازم اقطعها نصين علشان خاطر يعني ربنا يرحمنا من الغش وعدم الضمير اللي بقى موجود عند ناس كتير يعني، الا من رحم ربي. هنا بقى جبت حامل البوتاجاز. ايام غسالة الاطباق كنت بدخلهم في الغسالة كل 3 ايام كانوا يطلعوا لي بيلمعوا. حاليا لا، لازم يتعملوا اول باول كده، يوم او يوم لا، كل يوم حسب انتي هلكتي ايه على البوتاجاز او توسخوا ازاي، عشان خاطر الدنيا تبقى نظيفة معايا وحلوة يعني. فهنا جيت بغسل الحوامل واركنها، وبعد كده بروح غسل البوتاجاز. طبعا اللقطة بتاع غسيل البوتاجاز دي ما جاتش معاكم، ومش عارفة راحت فين، مش لاقيها اصلا على الموبايل. ف اخلص كده واشوف والم الحوض بتاعي كده. كنت انا غسلت البوتاجاز، المع الحوض بتاعي تلميعه محترمه بنت ناس كده، وما شاء الله ما شاء الله. يعني الحوض بتاعي على طول بيلمع، علشان على طول بننضفه. يعني ما بحبش يبقى في حاجه ولا فتفوتة اي حاجه في الحوض، عشان الحوض بتاعي يفضل نضيف وشكله حلو. هنا بقى جهزت حاجه الغدا بتاعتي. هنا جبت نص كيلو لحمه، قلت اطبخ عليه بسله. أه بحب الخضار عامه، بيبقى بيحب اللحمه اكتر يعني. ممكن المحاشي تعمل معاها فراخ، لكن الخضار بيحب اللحمه. فهنا كده احط بقى حتتين زبده وشويه زيت وادي صدمه للحمه دي. هنا حطيت كام ورقه لوري في الصين حبهان، كنت لسه منزلتش جبت توابل، لان انا وقت ما بسجل لكم الفيديو كده لا، انا نزلت الحمزاوي جبت التوابل بتاعتي بتاعت رمضان. اللي هي تقضيني باذن واحد احد يعني لحد مثلا العيد الكبير كده ان شاء الله. انزل على العيد الكبير بقى اجيب توابل تاني. وانا احط بصلايه، اديت اللحمه صدمه، احط بصلايه اقلبها تقلبتين معاها، وبعد كده احط ميه مغليه من الكتل واركنها بقى على شعله كده، ايه، تاخد وتدي مع بعضها لحد ما تستوي. طبعا النار ما تبقاش عاليه في الاول، عاليه، وبعد كده بتحطي النار عليها عشان الحاجه تستوي، ايه، ويبقى لها طعم كده حلو. هنا حطيت معلقه دهن، انا بطبخ بالدهن اللي هو الدهن اللي هو كده، ده اللي هو بتاع الجاموس وكده. هنا كان بيسخنوا فطار بتاعهم بقى، فسخنوا فول، كان عايزين تصبيره.
اي تصبيره كده لحد انا ما اخلص. فقلبت البصله، اول ما البصله تبلك كده ودخلت على اللون كده تاخد لون، حطيت معلقتين صلصه وقلبتهم معاها عشان طعم الماده الحافظه بتاعتها تطلع. حطيت كيس صلصه الطماطم اللي انا عاملاه، وقلت بقى اجهز الخضار بتاعي. كيس البسله هحطه في العلبه اشطفه، وبعد كده هحط عليه بطاطس بقى. انا بعت جبت كيلو بطاطس، ابني جابولي ب10 جنيه. همسك اقطع منه بطاطسايه كده كبيره واقلبها مع البسله واركنهم وهننزلهم مع بعض. في ناس بقى ما بتحطش الخضار مع بعضه، يعني تحط البطاطس الاخر. انا بالنسبه لي تقريبا عشان الخضار بيبقى في الفريزر، مثلا البسله والجزر في الفريزر، فلما بطلعهم واحطهم بيستووا نفس سوى البطاطس، لان التبريد برضو بيساعد على ان الحاجه تستوي اسرع على ما اعتقد. انا مش واثقه في المعلومه دي، بس انا بالنسبه لي بحط البطاطس مع البسله وبيستووا الاتنين مع بعض. هنا كان عندي اخر حاجه في العلب اللي هي بتاع الرز والشعريه، فقلت بقى افضي العلب عشان اغسلها واعمل شويه رز صغيرين كده في حله دقيه صغيره كده على قد الغدا، اللي هو ما يفتش منهم حاجه. انا فضيتهم كلهم في قلب الطبق وخلصناهم وكملنا بعيش. احط مكعب مرقه الدجاج والفلفل الاسمر والملح وخلص الموضوع على كده. لان انا بحب الرز بميه، مش بحبه بشوربه، يعني بيبقى طعمه احلى. يعني حتى البسمتي او اللي هو رز الكبسه وكده بعمله برضو بالميه، مش يعني ومفيش شوربه ما بتقفش يعني الدنيا على كده. ندعك برضو المواعين اللي وسخنيها بقى ونخلصها، وندعك شويه العلب بقى اللي احنا العلب بتاعتنا اللي انا فضيتها دي عشان احط بقى فيها حاجات لرمضان. انا كده كده اي علبه بتفضل عندي حتى لو علبه ملح فبتتغسل اول باول، فمبيبقاش عندي بقى مهرجان ان انا هاجي مثلا في موسم وهفضي الدولاب الخزين وهفضي علب التوابل وهفضي علب المشروبات وكده. لا، انا حاجتي الحمد لله ولله الحمد كل علبه بتفضل نمسكها نغسلها وننشفها ونشيلها في مكانها، على اساس لما نجيب حاجه تبقى حاجتنا نظيفه وجاهزه ان احنا نحط فيها. فانا كده بغسل العلب احطها على حرف الشباك تتهوى، واشوف بقى ابتدي اغرف الاكل بقى يكون الاكل استوى. المهم بقى ايه ان هنا كده خلاص، يعني هغرف الاكل واحطه. المهم فرشتوا رمضان بقى ولا لسه؟ يعني الناس اللي فرشت لرمضان عملتوا ايه وكده؟ واحنا لسه ما عملناش حاجه، لان احنا يعتبر الحاجات اللي هنعملها احنا عارفين احنا هنعمل ايه، فمش هتاخد وقت مننا باذن واحد احد يعني. ومستنيين يعني الجو نشوف فيه عفار ولا مفيش عفار عشان ما نعملش وبعد كده الدنيا تتبهدل مننا. ده شكل الاكل اهو. ما تنسيش بقى لو اول مره تشوفي القناه تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس تعملي كومنت حلو، وتدخلي تشوفي الفيديوهات اللي قبل دي، لان في فيديوهات مخلل انا عاملاها هناكل منها في رمضان. فاحنا عاملاها اهو نص شعبان وجميله. يعني انا عملتها في نص شعبان بس يعني هتستوي على طول باذن الله. هتشوفوها بقى معانا في فيديوهات رمضان وكده. هنا حطيت اللحمه في البسله، اول ما البسله استوت كده طلعت اللحمه حطيتها فيها وكان اللحمه استوت علشان تاخد من طعم الخضار وكده تبقى طعمها احلى. وحطينا الزيتون بتاعنا، الزيتون ده كنت مخليه رمضان بس الحمد لله يعني خلص نصيبه، يعني انه مبقاش منه غير حاجات بسيطه. وطبق الرز شويه القليلين بتوعنا وكام رغيف عيش وخلص الموضوع على كده، وده غدانا. تنسونيش بدعوه حلوه كده في الايام المفترجه دي.